السلام عليكم. أقدم لكم اليوم أعزائي المشاهدين أكلة كنا نحبها من المطبخ العراقي، هي الفلافل. أحتاج لهذه الوصفة حمص، نقعت الحمص 24 ساعة يعني ناقع بشكل جيد، واحتاج إلى شلف من البصل وفصين من الثوم، أنا هرستها حتى تسهل عملية خلطها حمص. واحتاج إلى البيكنج باودر، وهذا شيء ضروري جدا وهو سر نجاح الفلافل وتنفيشها بشكل جيد. وأيضا أحتاج إلى نص ملعقة شاي من الصودا، واحتاج إلى برغل ناعم، هذا ينطيها قرمشة، ملعقتين أكل، وإلى البقسم أيضا ملعقتين أكل. وممكن الاستغناء عن البرغل والاكتفاء بالبقسم أو العكس. وهذا البقسم عندي فيديو خاص بالبقسم، أنزل لكم إن شاء الله الرابط أسفل الفيديو. واحتاج إلى المعدنوس أو الكرفس إذا حبيتوا تخلون يعني الخضار، وأيضا بصل أخضر. أنا اليوم ما عندي، كلش يحب البصل الأخضر يطلع نكهته طيبة، لكن ما عندي، راح أخلي بس معدنوس. واحتاج إلى مجموعة من البهارات، أخذت فلفل أحمر وكمون وزعتر، كلها ملعقة شاي من هاي البهارات، وزيادتها أو نقصانها أو يعني تغييرها حسب رغبتكم، ممكن تخلون 7 بهارات أيضا تطلع طيبة. واحتاج إلى الملح وإلى زيت للقلي. وهذا من مي الحمص، مي نقع الحمص أخذت. إذا احتاجت أثناء العجن ممكن أحتاج شوية مي، راح أخلي من عنده لزيادة القيمة الغذائية، ما خليت مي يعني عادي، راح أخلي من مي الحمص. أبدأ على بركة الله. الخطوة الأولى الثوم مع البصل مع الحمص مع الكرفس، أطحنهم ثلاثتهم وارجع لكم إن شاء الله. هذا أصبح شكلها، أنا مستمرة بالطحن، راح أخلي شوية مي لأن شفتها محتاجة شوية مي حتى يتسهل عملية الطحن. إذا عندكم ماكينة مال ثرم اللحم تكون أفضل جدا من هاي البروسيسور. هذا أصبح شكلها، خليت الكوب كله مالت المي، راح أخلي البهارات خلطة خفيفة وارجع لكم إن شاء الله. راح أنزلها بالكاسة، كل ما انعجنت أكثر وانطحنت أكثر كل ما كانت ناجحة أكثر. راح أخلي هسه الملح، وأيضا البرغل ملعقتين أكل من البرغل، ممكن إضافة البقسم فقط أو البرغل فقط، وهاي أيضا ملعقتين من البقسم. راح أخلي الصودا وملعقة كوب من البيكنج باودر. أنا ما خليت لا أبيض ولا كل شيء، لأن أصلا الفلافل بالمطاعم أبدا ما يخلوا لها بيض. إذا حبيتوها حارة ممكن تخلون فلفل أحمر حار. هذا القوام مالتها. بعد راح تمتص البرغل وأيضا البقسم وتنشف شوية أكثر، وراح أغطيها 5 دقائق حتى بس تمتص هاي المواد اللي خليتها جافة، وبعدين نبدي بالقلي إن شاء الله. بس أشوف الدهن، اختاريت هاي المقلاة، هذا أوكي الدهن، ما أريده كلش حار. عندي بس سمسم، ممكن تخلوه، هذا اختياري، على الوجه أو مع العجينة، ونبدي بالقلي. أو ممكن نكورها بإيدنا إذا ما عندكم هذا القالب بهذا الشكل، وأدخلها أيضا بالدهن. لما تشوفوها تطفو على السطح يعني مطوفة، احنا نقول بالعراقي، معناته خلاص هي استوت ونضجت. واستمر الى ان انتهي من المقدار كله. بس عندي ملاحظة، اذا كان الزيت حار جدا ممكن مرة ننصيه ومرة نعليه ومرة نخليه وسط، يعني حسب. هسه انا شفته شوية الحرارة خف، يعني الزيت اصبح بارد او حرارته قلت، راح اعلي شوية، وهكذا حتى اداري الفلافل، حتى يعني احصل على فلافل لذيذة وناضجة من الداخل. هاي الفلافل مالتنا ناجحة جدا ولذيذة ومنفشة بشكل، شوفوها ايش قد منفشة من الداخل، مثل الكيكة بالضبط. وهاي اللي
سويتها على شكل كرات، هذا شكلها من الداخل مقرمشة ولذيذة. وهاي شكل طولاني سويتها بالضبط نفس الكيكة. أتمنى تستفادون من هاي الفكرة، وشكرا لمشاهدتكم، وعليكم بألف عافية.